اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج لايف كلينك. حلقتنا ممتده معاكم لمده ساعه على الهواء مباشره. رقم التليفون للاتصال بينا من اي تليفون ارضي 257 56810 257 56810. حلقه مهمه جدا لان احنا هنتكلم عن امراض الصدر او الجهاز التنفسي، وعايزه اقول انه مفيش اصعب من ان الواحد ما يقدرش يبقى واخد نفسه. يعني ايه ممكن يكون ضيق النفس ده او الشعب الهوائيه او الرئه عموما، الامراض اللي في الرئه. انا بتكلم طبعا مش بلغه طبيه، انا بتكلم كده في المطلق عامي. يعني ايه اكتر من الواحد ما يقدرش ياخد نفسه، وانك انت تبقى نفسك بيتعب على طول من اقل حاجه. قد تكون امراض للقلب وقد تكون حساسيه عندك، والشعب الهوائيه وما بداخلها والرئتين والى اخره. فالنهارده الحلقه مهمه جدا جدا. احنا في وقت صعب، وقت الصيف والله، وفي الشتاء كمان. بس الصيف بيحمل دايما، بيبقى عندنا اعتقاد وهو غالبا سليم ان الصيف حساسيته بتبقى صعبه جدا، سواء الجلديه، في العينين، في الصدر، في كده. كل الحاجات دي امراض الصيف بتبقى شويه اعنف بكتير. ده غير التكييفات، ده غير طبعا المدخنين سواء سجاير او للاسف الشديد الشيشه. وكل ده هنتكلم فيه مع استاذ دكتور نبيل الدبركي، استشاري امراض الصدر والحساسيه. حلقه في منتهى الاهميه، يا ريت تتابعوها النهارده. بس قبل ما نبتدي اللقاء بتاعنا، عايزه اقول بعض الاخبار المهمه برضو. ان اكدت وزاره الصحه والسكان ان 56% فقط من طلاب المدارس في المراحل الابتدائيه والاعداديه والثانويه وكي جي هم من يسددون الاشتراكات المستحقه عليهم للتامين الصحي بواقع 4 جنيه في العام منذ عام 1992 وحتى الآن. وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أننا نحتاج إلى تغيير ثقافة عدم الاكتراث بتسديد اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس لهيئة التأمين الصحي. بالله عليكم 4 جنيه. أنا ما بقولش 4 جنيه، ممكن تكون قيمة كبيرة جدا لناس كتير جدا. أنا مش بستقل، يعني مش بقلل من ال4 جنيه، ولكن أنا بس عايزة أقول لك على حاجة. ال4 جنيه اللي أنت بتستخسرهم دول لما ما تدفعهمش هتدفع من جيبك أدوية على حسابك. لما أولادك لا قدر الله يحصل لهم أي إصابات مرضية أو هتدفع فلوس أكتر بكتير جدا في الأدوية. فأنت لو ما سددتش ال4 جنيه دول في الآخر الفاتورة هتبقى عالية قوي عليك. فنصيحة يعني إنها تتسدد. لأن وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة نحتاج إلى تغيير ثقافة عدم الاكتراث بتسديد اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس لهيئة التأمين الصحي، مؤكدا أن ما يحدث يمثل خطورة لكون الاشتراكات التي تسدد لا تتناسب مع العلاج المقدم للطلاب بالمدارس سنويا. وأضاف وزير الصحة أنه سيتم الفترة المقبلة توجيه الطلاب وأولياء الأمور إلى ضرورة سداد اشتراكات المتعلقة بالتأمين الصحي. دي ثقافة. التأمين الصحي لازم يتدفع، الضرائب لازم تدفع، كل ده بيعود في النهاية لك. مؤكدا أنه سيتم تدشين حملة مجتمعية للتوعية بأهمية الاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحي وآليات سدادها في موعدها. قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان أن أرض مستشفى الصحة النفسية بالعباسية هي ملك أصيل للمريض النفسي والعاملين بالصحة النفسية، نافيا ما تردد عن وجود نية سواء باستخدام أو استقطاع أي جزء من المستشفى لأي غرض آخر. كانت نقابة الأطباء قالت في بيان لها أنها استقبلت شكاوي من أطباء المستشفى بوجود مخاطبات بين محافظة القاهرة ووزارة الصحة كمحاولة للاستيلاء على أرض المستشفى وبعض الأراضي المحيطة بها. وأصدر وزير الصحة، مهم قوي وأصدر وزير الصحة والسكان تعليماته لمساعدة للشؤون المالية والإدارية بإلغاء أي مخاطبات تم تداولها بين الوزارة والمحافظة بشأن تشكيل لجان في هذا الصدد، حسبما ذكر بيان رسمي صادر عن الوزارة. يعني كل ده كلام فارغ ومش حقيقي. وكان مقررا للعاملين بالمستشفى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأحد 10 صباحا للاعتراض على تلك المخاطبات قبل أن يصدر الوزير قراره بتأكيد إلغاء المخاطبات بين الوزارة ومحافظة القاهرة. قبل ما تقرروا أن أنتوا تقفوا وقفات احتجاجية
الاول اعرفه، لان دلوقتي الاشاعات في كل حته يقال. انا ما بقولش ان انا لو تاكدت من حاجه ابقى اعترض، مش متاكد ولسه الحياه مش باينه وواضحه، ما تعملش الحاجات دي لان البلد مش ناقصه. اعلن الدكتور احمد عماد الدين راضي وزير الصحه والسكان اكتشاف 132,327 مواطنا أثبتت نتائج التحليل إيجابيتهم لفيروس سي، وتم تحويلهم لمراكز العلاج لتلقي العلاج، وذلك عقب فحص 1,521,231 مواطنا من خلال المسح الطبي الشامل لاكتشاف المصابين بفيروس سي حتى 30 أبريل. جاء ذلك خلال اجتماع موسع بمقر المجلس القومي للسكان، وأوضح الوزير أن من بين هؤلاء المواطنين 203,513 من راغبي السفر للخارج الذين أجروا التحليل بالمعامل المركزية، و8,785 من طلبة الجامعات الخاصة، و34,409 من طلبة الجامعات الحكومية، و3,506 من نزلاء السجون، و219,252 من بنوك الدم، و134,254 من الأطباء والتمريض والإداريين العاملين بالمجال الطبي، و160,254 من الأطباء والتمريض والإداريين بالمستشفيات، و753,601 مواطن في 410 قرية من قرى محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وذلك بتكلفة 109,528,632 جنيه. يا جماعة انك انت تروح تعمل تحليل عشان تشوف الفيروس سي، انت مش محتاج ان انت تبقى داخل وظيفة او مسافر او مهاجر او رايح بلد اخرى او رايح تشتغل بره او في جامعة ان انت تعمل التحليل ده. انت تعمل التحليل ده وانت قاعد في بيتكم، مش هتعمل اي حاجة، لان اولا الحمد لله دلوقتي العلاج بقى متوفر في كتير على نفقة الدولة، معظمه على نفقة الدولة. الناس اللي بتساعد كمان علشان علاج فيروس سي متوفرة وكتيرة. اهم حاجة ان انت يبقى عندك ثقافة ان انت تروح تعمل تحليل لتنقذ نفسك والآخرين. النهارده بيساعدنا طبعا يكون معانا دكتور نبيل الدبركي، استشاري امراض الصدر والحساسيه. تابعوا الحلقه، هننتقل لفاصل ونرجع لكم تاني. ارجوكم تابعوا الحلقه النهارده في منتهى الاهميه وفيها معلومات كبيره جدا لمؤتمر اخير للصدر اتعمل واتقال فيه ما هو جديد. ارجوكم تابعوا الحلقه، بشكركم. ذكريات جديدة، والنهاردة ذكرياتنا هتكون مختلفة. هنتكلم مع الموج الصغير اللي مشرفنا النهاردة. انت مصيبتك ان انت اسمك الموج، مش عارفين نلاقي لك اسم فني. الجميلة فاتن الحلو. أول شغل ليا كان في ألمانيا، عائلة الحلو، عمود السر. أكيد ليك ذكريات كتيرة في المعمل. افتكرت ان أول مرة أدخل فيها التلفزيون دخلت من الباب ده. ذكرياتك في كواليس الكاميرا الخفية مع الفنان فؤاد المهندس. كنت مساعد مخرج للأستاذ فؤاد المهندس في مسرحية سك على بناتك. لازم نتكلم مع ضيفنا عن كل ذكريات. أنا المحظوظ المظلوم أو المظلوم المحظوظ. ولما بنقول فوازير يعني بنقول فهمي عبد الحميد. بابا عمل فوازير 17 سنة. الأربعاء 6:00 مساء على نايل لايف. حصاد اليوم قريبا على نايل سبورت. ساعة هدوء، ساعة ريلاكس، تطفوا الأنوار وتقعدوا تبصوا على شاشة التلفزيون وتسمعوا الأغاني اللي هنقدمها لكم. ناس فاهمة هما بيعملوا إيه بالظبط. قالوا لي أهاني الود عليك، كلمات تبقى ولحن يستمر. بس قول لي أي حاجة أي حاجة. احنا نعمل برنامج في نايل لايف لكل الأعمال بتاعتنا القديمة وفننا القديم. احنا لسه بنحافظ على تراثنا. صوت
خدام محمد عبد الوهاب لازم يبقى صوت مش سليم وبدعه. بعد ليله العيد او ست الحبايب يقولوا زي ما هم عايزين. الجمعة 7 مساء على نايل لايف. السؤال الأصعب. نفس عميق. بتخاف من الأسئلة الصعبة؟ من أيام المدرسة أنا بخاف من الأسئلة الصعبة. طالما مش عارف أجاوب أنا هقوم أروح من دلوقتي. أنا جاي وجاهز لك. هل أنا طلبت منك أجي البرنامج ده؟ ما أقدرش أوعدك. ده سؤال ده سؤال يا راجل، ده حد يقول كده. هل خنقتك؟ شوية. حقيقي؟ قيم غائبة. الجملة دي صعبة عليا جدا. لا تردد. يا راجل حرام عليك. ده سؤال صعب قوي ومش من حق ان انا ارد عليه. سامح نفسك انك سالتني السؤال ده اصلا. ده زي ما نخبر. تقريبا انا جبان. لا بص مش هتوقعني في الغلط. لا نبدا نشوف رحلتنا مع اسئلتنا الصعبه. السؤال الأصعب مع الكاتب الصحفي يسر الفخراني الثلاثاء 12 صباحا على نايل لايف. اسم، سن، محل الإقامة، المهنة. حابة انك يكون تصنيفك ممثلة إغراء. أنا أبقى فخورة لو اتسلطت التصنيف ده. في توجه في الإعلام المصري عموما. ليه لحد دلوقتي ما شفناش فيلم صالح سليم؟ انا مش هعمل دور صالح سليم. الرقص مش مسبب لي المشكلة اللي عندك. يعني انت مش بتاع الحكومة. بستخدم سلطة الإعلام اللي هي السلطة الرابعة. اتجوزت مرتين وفشلت مع مرتبة الشرف الأولى. أحمد زكي تقولي عنه ايه؟ أحمد زكي الطفل. استغليتي حادث بنتك للرجوع للأضواء مرة تانية. اللي استغلني واستغل حادث بنتي هي الصحافة. هجاوب على كل سؤال نسأله لك. ده ايه اللي جرالك؟ انا عارف انك لطيفة، ايه اللي جرالك؟ الثلاثاء 12:30 صباحا على نايل لايف. يلا تكسير. إجابة صحيحة. 1 2 3. الفائز أبي. الاثنين 12 صباحا على نايل لايف. ما تخاف من الفشل. خاف شعلة. ايه على مهلك على مهلك. حضرات السادة المشاهدين، مين اللي بيضحك الناس؟ طالما مش عارف اجاوب انا هقوم اروح من دلوقتي. الحقيقة تعرفها مني انا، مش بالاشاعات والكلام الفارغ ده. عمرك ما هترضي كل الناس. في ناس الحب بالنسبة لهم هو الحاجة الوحيدة اللي بيعيشوا عشانها. بطولة مطلق. على فكرة الماتش ده ماتش مدربين. في النهاية الرسالة وصلت.
وبنرجع لكم مرة تانية على الهواء. بفكركم برقم التليفون 257-56-810، وبيسعدنا يكون معانا أستاذ دكتور نبيل الدبركي، استشاري أمراض الصدر والحساسية. منورنا يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. طبعا أنا بسعد بوجود حضرتك معانا في الحلقات دي. حضرتك فعلا بتدينا معلومات مهمة جدا. ربنا يخليك. وخاصة بجهاز تنفسي اهو نفسي ابتدى يتكتم اهو يا دكتور. لا ده المفروض يخاف مني يتفتح. ايوه بالظبط كده. دايما انا في بدايه الحلقه بقول انه من اصعب الاشياء في الدنيا الواحد ما بيبقاش عارف ياخد نفسه كويس. دي حقيقه. انت بتقولي ده حقيقه. يعني مثلا هقول لحضرتك حاجه، ممكن الواحد يمتنع عن الطعام فتره. صحيح. صح. ممكن يمتنع عن الماء فتره، بس اقل طبعا. لكن الهواء لا. الهواء لا. فلان الهواء ده يبقى ايه؟ عباره عن هو اللي بيدخل الاكسجين اللي هو الوقود الحيوي لكل خليه في الجسم. مفيش خليه في الجسم هتعيش من غيره. صحيح. او حقيقي. فعلى هذا الاساس عمليه التنفس دي بتجيب لي الاكسجين في عمليه الشهيق. رقم 2 عمليه البناء في الجسم في مخلفات ليها، اهمها ثاني اكسيد الكربون. طيب مين اللي هيخلص جسمي من ثاني اكسيد الكربون؟ الاكسجين. الهواء اللي داخل اللي خارج في عمليه الزفير هيروح واخد يجيب لي الاكسجين. نعمه كبيره من ربنا، يجيب لي الاكسجين ويروح واخد ثاني اكسيد الكربون وطالع بيه. فانا بقى تخيلي بقى لما تتعطل الحركه دي، شوف انت بس على الموقف الجسم يحصل له ايه. طبعا مفيش يعني مستحيله حياه بدون تنفس، وهيك مستحيله. طيب الحاجه الثانيه اللي انت حضرتك قلتي عليها، ان فعلا الواحد ما يقدرش يستحمل ان يبقى مثلا يعني ايه، لا نفسه يتكتم، نفسه يتخنق. هقول لك مثال دايما، حتى مثال بلدي دايما بقوله يعني. بقول ان احنا مثلا لو واحد جينا مثلا خنق واحد، يعني مسكه وخنقه، تخيلي المخنوق ده بيقول له ايه بقى؟ ان شاء الله تاخد ايه بس سيب ايدك. صحيح. والله سيب ايدك، لان دي اهم حاجه هو النفس، ان هو ما يقدرش حاسس ان كده تنتهي حياته. ففعلا احنا في مشكله ان احنا الجهاز التنفسي اولا عليه اعباء كتيره جدا. اعباء كتيره جدا. تخيلي حضرتك الرئتين ديت مفتوحه على البيئه الخارجيه. مظبوط. طبعا حضرتك الهواء بيبقى كل ملوثاته وكل ميكروباته واضحك بتخش، والرئه مطلوب انها تدافع عن ضد كل بقى الاعداء ديت وتفلتر، طبعا عشان ما تاذيش نفسها، فشيء طبيعي واضحك. فطبعا عليها عبء كبير جدا، وليها جهاز مناعي خاص بيها، في جهاز ميكانيكي وفي جهاز خلوي واضحك. فبالتالي طبعا على هذا الاساس قاعده جاهزه عشان تتعامل مع البيئه الخارجيه ديت. طيب ايه كمان عليها بقى؟ الدم اللي جاي من جميع انحاء الجسم ومن جميع الاعضاء الحيويه في الجسم واضح حضرتك، فبيجي عشان ياخد اكسجين ويسيب ثاني اكسيد الكربون زي ما قلنا. طيب لو الدم ده جاي مثلا من الكبد وفي مشكله، هتلاقي بتسمع في الرئه. الكلى ممكن تسمع في الرئه، الجهاز التناسلي ممكن يسمع في الرئه، المخ والاعصاب. يعني ايه بقى يسمع في الرئه؟ يعني لو في مرض في المكان ده هتجد حضرتك ليه المردود بتاعه على الرئتين وعلى الجهاز التنفسي. انت عارفه ان مثلا في امراض كده، في مثلا عيانين بيجوا لنا هو مشكلته في الجهاز التنفسي، ونكتشف بقى ان عنده امراض، لا عنده مشكله في الكبد من الرئتين، عنده مشكله في الكلى، عنده مشكله في الجهاز التناسلي، عنده مشكله في المخ والاعصاب، عنده مشكله في القلب. يديك بقى علامات بتقدر تعرفها عن طريق السماعه او الاشعه. بص، الفحص الاكلينيكي مع الفحوصات الاخرى بقى. يعني كل حاجه ولها يعني مثلا لو الصدر وحضرتك حاطط مثلا السماعه ولقيته بيصفر، في صفاره تزييق تمام. ده مثلا يكون عائد على ايه؟ ممكن لا، الصفاره دي تعبر ان انا ممكن في ضيق شويه في الشعب الهوائيه واضح حضرتك. فطبعا دي الشعب الهوائيه ليه اسباب كتيره واضح حضرتك وليها اسباب، ولكن الاكثر شيوعا الاكثر شيوعا اللي هي طبعا الحساسيه بتاعت الشعب الهوائيه، وكذلك ايضا الالتهابات الشعبيه اذا كانت حاده، وخاصه المزمنه اللي هي اصلا نتيجه التدخين. نزلات الشعبيه المزمنه خاصه اللي بتبقى نتيجه التدخين، وايضا تلوث الهواء اللي احنا بنشوفه. تمام. علاوه عن لو ان الشعب الهوائيه
مليانه مخاط وبلغم واضح هيك هتبص لها ممكن تزيق. طب بنشوفها في حاجات طبعا في امراض طبعا بيبقى في كم كبير جدا من المخاط، كم كبير جدا من البلغم، فبالتالي على هذا الاساس اللي هو داخل وخارج يقعد يصفر والصدر يزيق. ده طبعا انا عايز اقوله يعني ايه ده يدفعنا نقول ايه؟ يقول لا يعني الجهاز التنفسي فيه مشكله. اسمعني هقول لك الاعراض بتاعت الجهاز التنفسي كلها اللي هو طبعا زي ما قلت لك شوفي بقى بيتعامل مع بيئه خارجيه وفي امراض كتيره جدا بسببها، وفي حاجات داخليه والجهاز التنفسي برضو بيتعامل معاها وحاجات كتيره جدا. ولكن رغم ذلك كل الامراض ديت انا لسه حتى كنت في صباح الخير يا مصر من 3 ايام كنت بقول هذا الكلام. كل الامراض الكتيره قوي ديت ليهم 6 اعراض بس. تخيل حضرتك يا كحه يا بلغم، يا متى البلغم يبقى مدمم، يا متى في تزييق في الصدر، في نهجان، او في الم في الصدر. طيب ازاي انا اركب الاف الامراض ديت ببساطه كده على الاراضي؟ فيجي واحد مثلا انا بقول ليه بقى الكلام دوت؟ واحد يجي يكح، واحد تاني يقول له يا عم ده الموضوع بسيط، روح خد لك بس مش عارف ايه واشرب ايه وبتاع وكلام من ده. واحد يقول لك انا بنهج، يا عم ده خلاص ده بس من الدخان اللي انت بتشربه وعادي ولا مش عارف ان انت كذا، ويقعدوا يتساهلوا في الاعراض. لكن انا بقول ايه بقى؟ لا ده لما بيكح يعني معنى كده الجهاز التنفسي بيئن وبيقول لك انا عندي مشكله، يديك الارم اهو وهيك ابقى شوفني. يبقى اشوفه بقى عن طريق الراجل المتخصص، اشوف اتجه لطبيب الجهاز التنفسي وابتدي اذا كان محتاج فحوصات يعملها، اكتفى بالكشف الاكلينيكي ماشي، وابتدي اتعامل بدري على اساس ان انا ما اخشش في مشاكل ومضاعفات. صحيح. فدي حاجه اساسيه جدا يعني. تمام. فده يعني الرؤيه ايه مبسطه عن يعني ازاي احنا نتعامل مع الجهاز التنفسي. علاوه بقى في حاجات تزعلك جدا يعني. طبعا احنا التدخين ده ضده على الخط المستقيم. ومعلش وكلمني عن الشيشه. يعني طبعا السجاير احنا عارفين ما فيش، طبعا السجاير دي غلط كبير جدا، ولكن انا لان الشيشه للاسف خلاص بقت موضه وكل الشباب بيدخن الشيشه، وللاسف البنات كمان المنظر السيء قوي للغايه يعني شكل مش حلو ابدا. بقت موضه يعني موضه. دي بتعمل ايه الشيشه تحديدا في الرئه؟ بص هقول لحضرتك حاجه، احنا لما بنتكلم عن التدخين دايما بنتكلم عن تدخين بنقصد بيه السيجاره، وبنقصد بيه حضرتك البايب، وبنقصد بيه السيجار، وبنقصد بيه الشيشه. كل دول بنقصدهم في كلمه التدخين. السيجاره على اساس ان هي اسهل حاجه واكثر شيوعا، لا السيجاره في جيبه كل شويه يطلع في اي مكان في اي حته كلام من ده. الشيشه طبعا هي للاسف اعتبرت موضه في الاونه الاخيره. وانت عارف بقى انت تزعلي بقى ليه؟ بقت الاماكن اللي هي ال5 نجوم فيها شيشه. فيها شيشه. انت عارفه زمان حضرتك الشيشه دي كانت دي بتاعت المعلمين والحواري والحواري يعني مع احترامي طبعا لكلهم طبعا، بس يعني فئه معينه. ما انا بقول لحضرتك هم هؤلاء اللي حتى كده حضرتك كنا زمان نقول ايه؟ الغرز اللي على الطريق فيها شيشه، القهاوي اللي في مش عارف في الازقه فيها شيشه. لكن دلوقتي لا، ده انت بقول لحضرتك اماكن 5 نجوم وبقت الشيشه. الشيشه بقى خطورتها ايه؟ هي خطوره التدخين، نفس التدخين. علاوه عليه بقى ان انتفاخ الرئتين بيبقى اكثر شيوعا من السيجاره. السيجاره اكثر ضررا من حدوث الاورام الخبيثه بسبب حرق الورقه اللي حوالينا كده. ولكن الشيشه اكثر ضررا في حدوث انتفاخ الرئتين مع برضه احتماليه حدوث اورام والكلام دوت. فعلى هذا الاساس الشيشه لا. الرقم اللي بعد كده ان هي كمان ممكن تحمل العدوى، يعني سهل طبعا سهل بقى تحمل العدوى. صحيح. يجي يقول لك اصل انا جايب لك بتاع مش عارف ايه، انا جايب لك المبسم لوحدك، انا جايب لك مش عارف معلش البوتل اللي فيه دوت وهيك لا. ولذلك ممكن طبعا بيبقى فيه امراض كتير. وبعدين بقى للاسف في بعض بقى الاماكن واللي بتبقى الثقافه طبعا يعني محدوده. تيجي مثلا حضرتك بعد ما يشرب بتاع ويديها لصاحبه ويقول لك لا انا ما بشربش مطرح حد الميه. قال طب روح اتشطر على الشيشه بتاعتك. فانا بقول لحضرتك ممكن اخد بس تليفون يا دكتور؟ الو. اتفضلي. صباح الخير، اتفضلي.
انا ميرنا، والدتي تعبانه. سلام. عندها تليف في الرئه وقاعده على طول على الاسطوانه والجهاز، وطبعا ما بتقدرش تستغنى عنهم خالص. هي في مستشفى ولا في البيت؟ لا، احنا جايبين لها الاسطوانه والجهاز في البيت. تمام. حضرتك عايز تسالها ايه؟ هي بقى لها قد ايه تعبانه منا؟ حوالي 9 سنين. 9 سنين. وهي بقى لها 9 سنين بتستخدم الاكسجين؟ لا، هي بقى لها حوالي الاكسجين بقى لها 3 سنين. 3 سنين لما الحاله طبعا تقدمت خالص. تمام. هل هي عندها امراض روماتيزميه او حاجه؟ عندها روماتيز. عندها روماتويد. تمام. روماتويد. تمام. هيرد عليك يا ميرنا، والف سلامه لوالدتك. اتفضل. هو طبعا قصه تلفات الرئه دي بقت حاجه مفزعه فعلا. يعني اكتر مرض بيضايقنا لما العيان بيجي لنا ونكتشف انه في تلفات في الرئه. لان انا عايز اقول التلفات دي عباره عن ايه؟ يعني في نسيج من الرئه اللي هو اصلا كان بيقوم بعمليه التبادل الغازات اللي احنا بنقول عليها في الشهيق والزفير والكلام دوت، ويجيب الاكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون. خلاص الجزء ده اتليف. يعني معناه ايه؟ خرج بره الخدمه. على قد الحجم اللي خرج بره الخدمه على قد المعاناه اللي هتكون. يعني حصل مثلا التليفات، هي في البدايه بتبقى حاجات بسيطه، وممكن يعني في حالات ممكن تتلحق وتقف عند حدها، ولا سيما دلوقتي في ادويه حديثه كتيره للقصه دي. ولكن زي ما بقول لحضرتك، وده اللي بقوله في الاول وبنرجع له تاني، الاستهتار باعراض الجهاز التنفسي. يعني هي هتلاقي في الاول ايه؟ كانت بتكح وكانت بتنهى. هو كان كده. هيك واتثابت قصه. واتثابت فتدهورت. القصه بتاعه، لا خد كذا، لا اعمل كذا، الكلام اللي انت عارفاه دوت. فاصبح دلوقتي احنا عندنا دلوقتي ربنا يعني كرمنا بحكايه الاشعاعات المقطعيه ديت. الاشعه المقطعيه ديت لا ممكن تكتشف المرض في بداياته خالص. طبعا في بداياته خالص. طب انا ممكن في ادويه بقى في بعض الانواع برضو، انا بقول في بعض الانواع ممكن نستخدم ادويه تقلل التفاقم الحاله والتليفات ما تسرحش في كل الرئتين بحجم كبير. صحيح. اللي على اساس في الاخر ما نوصلش لفشل في الجهاز التنفسي. طيب حالة مامة ميرنا ان هي قاعدة على اسطوانة اكسجين بقى لها 3 سنين وانها مش قادرة تستغنى عن هذه الاسطوانة. ايه ده يدل انها مش هينفع ان هي تشيل الاكسجين ده خالص. الموضوع يوسلس يعني ولا؟ ما هو انا جاي لحضرتك في الحالة دي. انا سألتها سؤال الاول، قلت لها في امراض روماتيزمية، فقالت لك عندها روماتويد. فالروماتويد طبعا دوت من الامراض الروماتيزمية. في امراض كتيرة روماتيزمية او مناعية بتعمل التليفات في الرئه دي. فالمفروض كان من البدايه الروماتويد ده يتعالج بحسم، وبرضه مريض دكتور الجهاز التنفسي مع دكتور الامراض الروماتيزميه يتعاونوا مع بعض في حيث ان القصه ما تخش في التليفات اللي وصلت لحد دلوقتي ان في فشل في الجهاز التنفسي. ما كونها ان هي محتاجه اكسجين. يعني ايه؟ يعني دلوقتي الاكسجين في الدم بقى قليل خالص، فلازم فتلاقيها قاعده مش ممكن، بتزرق وبتلقف وبتاع خلاص، فمحتاجه اكسجين. هي كل انها وصلت للمرحله دي، يعني معلش هقول لك يا منى ان هي فعلا محتاجه اكسجين على طول، ما يتشالش منها خالص نهائي بقدر المستطاع. بس احنا جرعات الاكسجين لان احنا بنظبطه، يعني بنظبط مثلا ايه يعني اندفاع الاكسجين في الدقيقه مثلا قد ايه؟ لتر، لترين، 3، 4، 5، 6، 7، 8 حسب دكتور الامراض الجهاز التنفسي وتشخيصه للحاله وتقييمه للحاله. هيقول لك استخدميه مثلا كام لتر في الدقيقه، مش برضه اكسجين يلا وافتح وخلاص وندي، لا يبقى ليه برضه استخدامات بطريقه معينه بحيث ان احنا ما نخشش في مشاكل منظمه. طب احنا معانا امال على التليفون، بس مش عايزين ننسى انه حضرتك كنت بتقول علشان الروماتيزم الروماتويد سوري، بس احنا اللي عارفين الروماتويد لا علاج له. لا بص هقول لك حاجه، يعني احنا ممكن ناخد ممكن ناخد امال بس. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. لو سمحتي بس انا عايزه اسال الدكتور سؤال. اتفضلي. انا بنتي عندها حوالي 16 سنه ومن فتره كده بتحس بضيق كده في ما بتقدرش تاخد نفسها كده وهي بتاكل. هي بتاكل بس يعني؟ اما بتيجي تاكل كانها مخنوقه وبتعمل كده، يعني بتسحب كده نفسها كده بالعافيه. ده بقى لها قد ايه الحكايه دي؟
يعني من حوالي 15 يوم. 15 يوم بس. في كحه ولا حاجه؟ لا. ما فيش حاجه مزعلاها ولا امتحانات ولا اي حاجه؟ ممكن ضغط امتحان كده، بس انا مش عارفه اوديها للدكتور ايه، تخصص ايه. لا هو طبعا اللي انا عايز اقوله لك يعني انا بطمنك ما تقلقيش، ولكن يا ريت نروح للدكتور امراض صدريه بحيث برضو يطمنك بالفحوصات، فحص الاكلينيكي، واذا كان محتاج فحوصات ثانيه هيعملها بحيث برضه يطمنك ويقول لك ان ما فيهاش مشكله، ولا والله لا قدر في اي مشكله محتاجه تخصص تاني برضه هيوجهك، لكن ان شاء الله باذن الله مفيش حاجه يعني. أنا ولكن لا ما هيدخل كده لا 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 ما تقلقيش، ما تقلقيش خالص. انا عايزه اوصل لك بس اللي هي لا 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 بتيجي تتنفس ما بتعرفش تطلع نفس بصعوبه. بصي خلي بالك على فكره غالبا، بس انا طبعا بقول لك انا ما شفتش الحاله، بس غالبا ده نتيجه البنت متوتره عشان الامتحانات يعني، ما تقلقيش. بس برضه مش دي دعوه ليك ان انت ما توديهاش للدكتور، وديها للدكتور يفحصها ويبص عليها. انا بس كنت محتاره برضه في التخصص يعني عشان انت تطمني واحنا نطمن ان مفيش مشكله، لو في مشكله في بدايتها تتعالج ونبقى كويسين بس. بنشكرك يا مدام امال. وبمناسبه يعني عايزه برضو اقول حاجه، انه من الحاجات يعني نقول صح ولا غلط، يعني من اكتر الاعضاء تاثرا بالحاله النفسيه هو الجهاز التنفسي. صح. يعني بس ده مش يخليك انك انت تفتكر تقول لا اصل نفسيتها تعبانه، لكن طبعا. لازم يعني تضعوه في الاعتبار طبعا. الحاله النفسيه. صح كلام حضرتك مظبوط طبعا. بصي هقول لك حاجه، الحاله النفسيه دي ممكن تعمل كل حاجه. كل حاجه والله ايه. وبعدين برضو يعني مثلا مش الجهاز التنفسي بس بقى، والقلب والضغط والسكر يعني شوفي الجهاز الهضمي والمعده، في النقاط الضعيفه لكل بس هو الجهاز التنفسي بتبقى واضح ليه؟ يعني مثلا هقول لحضرتك حاجه يعني انا فاكر ساعه زلزال 92 دوت القبضه بتاعت الصدر دي يجيلي كم من وبالذات على الاخص البنات اللي كانوا اتخضوا طبعا من الزلزال وبتاع، فكلهم يجوا بقى ايه بصوره مميزه، او تيجي تعمل لك ازاي كده يعني وضعك فيها حاجه هيستيريكال، فيها حاجه نفسيه، فيها كنا على طول يعني بنعرف. رقم 2 بقى، طالما جبت سيره القصه ديت، انا لسه كان عندي عيان من قيمه حوالي يعني يمكن في خلال اسبوع، فجاي لي من اسيوط شاب من الجامعه وبتاع وكلام من ده، وابوه وامه قلقانين جدا لان عنده نهجان جامد وبتاع، وبعدين ايه بقى لف عند الاساتذه كلهم وعمل جميع الفحوصات التي لا تتخيليها يعني. ففي الاخر اللي جاي لي بقى في يعني في القصه ديت وبتاع وكلام من ده، قمت شفت طريقه تنفسه، فقلت له بص انا عايز اقول لك على حاجه، اللي انا طبعا ابوه وامه قاعدين مرعوبين جدا وجايين من سفر وبتاع وكلام من ده، ولكن كنت لازم اواجههم بالحقيقه. قلت له انت بتشرب سجاير؟ انا عايز اجيبه للمرحله اللي بعد كده يعني. فقال لي لا ما بشربش خالص يا دكتور وبتاع وكلام من ده. قلت له طيب كويس قوي، مفيش حد عزم عليك بسجاره كده ولا حاجه ولا كلام من ده؟ فقال لي اصلا. قلت له سجاره فيها انت عارف يعني. قلت له سيبك من ابوك وامك، انا مش وكيل نيابه، انا دكتور. فلازم تقول لي الحقيقه عشان اعرف اعالجك. قال لي والله ده انا كنت في فرح وفعلا ادوني سجاره، والله دي اول مره ودي مش عارف ايه وبتاع. قلت له بس يا حبيبي، قلت له انت ده السبب. فامه طبعا يعني ايه، احنا صرفنا كل المبالغ دي وطلع الدكتور جاي يقول. قلت له بس عايز اقول لك انا كنت معاه. قال لي لا. قلت له طب خلاص، القصه دي اصلا نتيجه خد حشيش في السيجاره، وطبعا الحشيش طبعا للاسف بيبقى مخلوط بمواد حتى اللي بيشرب حشيش مش عارفها دي صحيح وديت هي اللي عامله لنا كيميائيه بالظبط، مواد كيميائيه بتخش بتبوظ لك بالظبط، تبوظ خلايا مخ وخلايا رئه وخلايا كل الخلايا بالظبط. فهي بتعمل مشاكل في، انت عارفه حضرتك الجهاز التنفسي بيتحكم فيه المخ، مركز في المخ طبعا. فهي عملت لي مشاكل انا اصلا في المركز دوت، فعامله لي القصه ديت. طيب يا دكتور، قلت له خلاص ما تقلقوش وبتاع، وكتبت له شويه علاجات بسيطه وبتاع وكلام من ده، والا اني يعني جالي على طول بعديها باسبوع، بس لقيته ما شاء الله تحسن تحسن غير عادي بعد ما جاء. فانا عايز اقوله يعني ما نستهترش
في حاجات حضرتك بتحصل يعني من ورا الاهالي بالظبط. اوقات ولا يفصح بيها الابناء، فما بالظبط. بتبقاش ان هو يشخص المرض مظبوط لانه مش قادر يتكلم قصادكم. لازم تدوا بالظبط. الامان جدا لاولادكم بالذات عند الدكاتره وليكن ما يكون، بس عشان يبقى العلاج سريع، وحتى الدكتور يقول الكلام اللي يخوف بيه، مش يخوفه عن كذب، لا يخوفه عن حقيقه مره ممكن هو يصاب بيها الشاب يعني. وربنا يحفظ ولادنا كلهم يا رب. اخلص بس البوينت بتاعت الروماتويد. ايوه تمام بس ونخش في تحت امرك. بس انا معايا تليفون تاني. منال معلش. لا طبعا. منال اتفضلي يا منال. شكرا. الو مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا بيك. كل سنه وحضراتكم طيبين. وانت طيبه يا فندم. كنت عايزه اكلم الدكتور لو سمحتي بس. مع حضرتك، اتفضلي. انا بنتي عندها من مواليد 96 وهي من صغرها عندها حساسيه في الصدر من زمان جدا، يعني من هي عندها 6 شهور. بس هم قالوا لي ان هي لما تكبر شويه ان شاء الله هيروح منها الحساسيه، بس بصراحه ما راحتش. وبل بالعكس يعني انا اليومين دول هي بتروح الكليه بتيجي تعبانه جدا، وصدرها بيقفل كتير جدا، وبنزل بيها يمكن الساعه 2 بالليل بيجي لها الازمه لدرجه انها ما بتقدرش تتكلم، وبتبقى بتقول لي يا ماما انا بموت ومش قادره. واحنا مواظبين كنا على البخاخات، هي معاها البخاخه على طول وبنديها الادويه تقريبا، هي معاها كلين اير برضه. والبخاخه اللي هي الموف الكبيره دي غير البخاخات اللي كنت الاول بستعمل لها سيليتال وفنتولين وكلام من ده، وبديها موسع شعب هوائيه، بس هي بتستعمل البخاخه كتير. تمام. فانا مش عارفه يعني هي تعبانه وبتصعب عليا جدا لما بيجي لها ازمه الصدر، وانا خايفه عليها انها تفضل مستمره معايا لحد يعني اكتر من كده. طيب هي عندها 22 سنه بقى تقريبا. ممكن تكون بتشرب شيشه، ممكن تكون بتشرب لا ما فيش شرب، احنا ما عندناش حتى حد مدخن يعني، لا انا ولا اخوها ولا اي حد بيشرب حتى سجاير يعني. تمام. ودايما بحافظ ان البيت ما يكونش فيه اي حاجه ولا تراب ولا اي ادخنه. بس طبعا الشارع والبيئه اللي حواليها طبعا والكليه اكيد وبيبقى فيه ادخنه يعني. لا هو انا بس كنت عايز اسال حضرتك، هي طبعا انت كانت متشخصه عندها حساسيه وهي طفله صغيره، انا مش صح؟ سامعه حضرتك كويس. بقول لحضرتك هي كانت متشخصه ان هي عندها حساسيه وهي طفله صغيره، سامعاني كده؟ تمام. طيب كويس قوي. مشيتي بقى تحت اشراف طبيب اخصائي، ولا انت بقى خدت العلاج ترتاح نروح راكنين العلاج، ولما تتعب نروح رايحين لدكتور تاني، وبعد كده ارتاحت نروح راكنين العلاج، ولما تتعب نروح لدكتور تالت وهكذا؟ فخلي بالك هي دي المشكله. هي بتبقى مستمره على العلاج فعلا لحد ما بترتاح، بتحاول تهمله شويه، بس البخاخه باستمرار معاها. بص بقى حبيبه قلبي، الكلام ده ما ينفعش. اولا لازم حضرتك عشان تبقي انت عارفه احنا ما بنشتغلش شغله المطافي، يعني لما تولع نروح نطفيها ونيجي نقعد، ولما تولع تاني نروح لهم، لا احنا شغلتنا اصلا مش عايزينها تولع خالص. شغلتنا اصلا ان انا مش عايز الازمه تيجي، شغلتي اصلا ان مش عايز الحساسيه ديت تغير في الانسجه بتاعت الرئه وتغير لي خريطه الانسجه في الرئه. ما انا خايفه كل ازمه حصلت يا دكتور. طب ايوه هكمل لك بس كلامي. من كل ازمه بتيجي وتروح وخلاص الحمد لله عدت، ولما تيجي تاني دي بتسيب بصمه على بصمه، تبقى حساسيه مزمنه، وده غلط. الطفل الصغير ده نسبه الشفاء فيه بتبقى عاليه جدا لو تابعنا متابعه جيده، وبنتك حتى في السن دوت ممكن لو تبعت متابعه جيده هتعيش حياه زي الفل. مش عايز اقول لك ان في رياضيين مشهورين في مصر انا كنت بعالجهم وكانوا بيلعبوا كوره ويجري بالساعتين ويجري بتاع عادي خالص. في دلوقتي ثوره في العلاج، لو المريض التزم بيها مع الطبيب المتخصص بيعيش حياه طبيعيه خالص وما فيهاش اي مشاكل. اتفضلي قولي اللي انت عايزاه. حضرتك بس في حاجه يعني خضتني شويه، لانها في علامات بقت تظهر على جلدها كده وتروح، فهل ده يعني مؤشر لحاجه؟
علامات شكلها ايه او زي شرط كده، زي ما يكون يعني. ده لسه النهارده الصبح بتقول لي يا ماما انا حاسه ان زي ما يكون في خربشه كده على جسمها، على صدرها وعلى كتفها. انا هحجز لها للدكتور ان شاء الله النهارده. بس انا مش عارفه جدا. في حكه مع العلامات دي يعني. هي حكه الاول كان في هرشت فيه لا كده خالص. طب خلاص يبقى تروح لدكتور امراض جلديه برضه تطمن. لا مفيش، ده هي راحت خلاص، بس بتظهر وتروح يعني. لا طيب احنا العفو. معلش يعني يا ريت التليفون نقول على طول الحاجه عشان بيبقى في تليفونات تانية عايزه تدخل وتسال اسئله. لان دايما بقول يا دكتور انه ما ينفعش بجد ان حد ينصح، يعني دكتور ينصح مريض بحاجه هو ما بيكشفش عليها. طبعا. لكن طبعا هم بيسالوا نتصرف ازاي يعني. بس هو يبقى السؤال على القد، علشان غلط ان احنا نقول ان ممكن اخد الكلام ده واعمله، ما بتبقاش الحاله كده. فاهم قصدي؟ هي دي ولذلك انا دلوقتي بديها توجيه عام. ايوه متابعه مع الطبيب المتخصص كده، هو ده الاساس. دكتور كان في مؤتمر فاهم مؤخرا حضرتك بتقولي ان حضرتك كنت فيه، وان في ثوره كبيره جدا يعني في موضوع الحساسيه او الصدر عموما. فيا ريت حضرتك تقول لنا عليه. اولا انا رئيس الجمعيه المصريه للصدر والحساسيه. تمام. والمؤتمر ده انا كنت رئيسه. ده المؤتمر 22 للجمعيه، وكنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا. في قطاع من امراض الرئه ما لقاش الابحاث العلميه الكافيه، ما تسلطتش عليه الاضواء واضحه، لدرجه هتجدي في منها كتير مش معروف له اسباب، وايضا كذلك مش معروف له علاج. تمام. ولكن في جزء طبعا تم يعني الانتباه ليه مؤخرا، فتعرفت اسبابه، وفي نفس الوقت اتعرفت سبل العلاج بتاعته. تمام. فكان التركيز عن مجموعه الامراض دي، امراض كتيره جدا. ولكن انا شخصيا كان ليا بحث ومحاضره عن حاجه اسمها التهاب الرئوي الايزينوفيلي. كلمه طبعا الناس حاطه في دماغها تسمع كلمه التهاب رئوي دي، التهاب رئوي يعني خلاص ميكروب دخل، والميكروب يا فيروس يا بكتيريا مش عارف ايه وعمل التهاب او كلام من ده. فلا، ده مش ميكروبي، ده مش نتيجه ميكروب او حاجه، ولكن نتيجه ان في نوع من خلايا كرات الدم البيضاء اسمها الايزينوفيل بتبتدي تهاجم الجهاز التنفسي والرئتين وتعمل فيها الالتهابات ديت. طبعا المجموعه دي مجموعه كبيره من الامراض اللي هي الالتهابات الرئويه الايزينوفيليا، وبتنقسم لنوعين. نوع اصلا اتعرف السبب بتاعه، وفي نوع ما تعرفش السبب بتاعه. تمام. فاللي تعرف السبب بتاعه يعني مثلا في منها النوع البسيط، نتيجه ايه بقى؟ بعض الطفيليات زي الاسكارس مثلا، اللي هو تعبان البطن يعني. الاصابه بالاسكارس او بالانكلوستوما او حاجه اسمها سترونجلويد، او حضرتك ان يحصل في الاوعيه الليمفاويه في اصلا طفيلي ليها. برضه بيبقى ليها كده معروف يعني، الدكاتره عارفينه. تمام. حضرتك او نتيجه ادويه، اتعرض لادويه، ودي حاجه بقى لازم ناخد بالنا منها. اتعرض لادويه دي يبقى السايد افكت بتاعها. بتبقى كده يعني، مثلا زي ادويه مثلا ايه، وعلى فكره وشائعه كتيره جدا يعني. يعني مثلا تجد مثلا ممكن الاسبرين، ممكن السلفا، ممكن مركبات البنسلين. مش معنى كده انا بقول بقى كل اللي هياخد الحاجات دي هيحصل له كده، لا، بس في بوينت واحد لا دايما السايد افكتس بنقول لحضرتك لكن بنقول ان ممكن يحصل منها الكلام ده. هو نادرا كمان برضه، بس ممكن يحصل عشان بس نبقى فاهمين. بعض مدرات البول، بعض الادويه المستخدمه لتنظيم ضربات القلب، بعض الادويه المستخدمه للضرن، واضح؟ فهنجد قطاع كبير جدا من الادويه وبرضه كذلك بعض الادويه اللي هي بتستخدم ايضا لتثبيط الجهاز المناعي في الجسم. اوكي. يعني فطبعا هذا في انواع كثيره جدا من الادويه ممكن برضه تعمل القصه دي. زائد ان معلش اتفضل تليفون. في تليفون لحضرتك وما بقدرش بس لازم نكمل طبعا الكلام ده. مساعده. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي.
اتفضلي. ايوه يا دكتور. اهلا بيكي. الله يخليك. انا عندي حساسيه مناخيري وصدري. تمام تمام اتفضلي. وصدري ايوه من سنين طويله. تمام. وعندي قصور في الشريان. قصور في بحس الشريان التاجي. بكتمة نفس في مناخيري وصدري مع بعض كده. لا قصور في الشريان التاجي تقصدي بتاع القلب. ايوه تمام تمام. قصور وباخد له علاج يعني تمام. حضرتك عندك سكر؟ كتمة النفس دي بقى عايزه اسال هل هي من حساسيه الصدر ولا من الشريان؟ طيب انت عندك سكر؟ لا ما عنديش ولا سكر ولا ضغط. ما عندكيش الكلام دوت خالص. حضرتك وزنك سمينه؟ لا ما عنديش سكر ووزني كويس جدا يعني. وزنك مش سمين ولا حاجه ولا كلام من ده. سن حضرتك قد ايه؟ لا وزني عادي جميل. سنك قد ايه؟ في بقى لا سنك دي بتنزل تحت. ثانية واحدة عندك كام سنة؟ عندي 70 سنة. 70 سنة. تمام. طيب قولي لي بقى النهجان حضرتك انت بتتابعي؟ ايوه تمام هي واضح مش سامعانا كويس. عايز اسالك سؤال بقى، متابعه مع دكتور القلب كويس؟ بحس بكتمه بقى كده. ايوه ما انا عارف. انت متابعه مع دكتور القلب بانتظام؟ ايوه حضرتك وباخد العلاج وكل. حلو قوي. متابعاه موجات صوتيه كل فتره. طيب حلو قوي. ومتابعه بقى ومتابعه مع دكتور وكفاءة العضله الحمد لله كويس. ومتابعه مع دكتور صدر برضه بانتظام؟ هي مش سامعه على فكره. طيب نقدر. طب احنا هنقفل تبع التأمين يعني حضرتك عارف يعني. يعني ودواء مذيب وكلام من ده يعني. ولكن منتظمه في المرور على الدكتور واخذ العلاج؟ خلاص ممكن تقفلوا التليفون لان واضح ان ايوه طيب طيب هيرد على حضرتك لو سمحتوا، لان اللي بيكلمنا عايز يكلمنا من التليفون، ما يسمعش ما ينتظرش الرد من التلفزيون، لان لا احنا هم لا بيسمعنا ولا احنا بنسمعه، ونفضل بقى في ديلي كده بنكلم روحنا. فيا ريت نتكلم من التليفون وكله يوطي التلفزيون. اتفضل يا دكتور. هو طبعا اللي انا عايز اقوله هي بالنسبه لها واضح طبعا عندها مشكلتين والاثنين هيأثروا على التنفس، مفيش فيها كلام. فعلى هذا الاساس طبعا هو بالنسبه للرئتين واللي هي عندها مشكله في الحساسيه في الشعب الهوائيه. تمام. فالمفروض تبقى متابعه بانتظام زي ما دايما بنقول مع طبيب امراض الجهاز التنفسي. تمام. رقم 2 هي عندها اصلا برضو مشكله في قصور في الدوره الدمويه الخاصه بالقلب. يبقى لازم تتابع مع دكتور القلب. حته النهجان ديت والكلام دوت ممكن لو تابعنا متابعه جيده هنقلل نسبه حدوثها، وممكن قوي ببساطه شديده ان هي تختفي تماما يعني، بس ده على حسن المتابعه. اماني اخر تليفون معلش. اماني. الو. ايوه السلام عليكم. قافله صوت التلفزيون. والله قافله صوت التليفون ده. انا متأذيه ان كل اللي بيتصل انا بسمع صدى صوتهم. شفتي بقى؟ كل اللي يتصل يرمي التلفزيون من الشباك قبل ما يتصل. بصي انا مش سامعاكي يا مدام نيفين. مش سامعاني ليه بس؟ مش ممكن. انت سامعاني؟ انا سامعاكي كويس قوي. طيب برحب بالدكتور والله ومتشكرين جدا على الفقره الجميله دي. لا تحت امرك. الله يبارك لك. اهلا بيك دكتور. لو سمحت انا عايزه نصيحه كويسه بعد اذنك. انا ست كبيره عندي برضو 68 سنه ما شاء الله، ووزني خفيف جدا، وزني حاجه و50. طب كويس قوي. مفيش سمنه ولا حاجه الحمد لله. تمام. بس عندي ضغط وكوليسترول وباخد العلاج. تمام. ومنتظمه عليه. كويس. ماشي. انا مش سامعه حضرتك. مش سامعاني برضو؟ ايوه كده يعني معلش. معلش. طب سامعاني كده؟ ايوه يا دكتور بعد اذنك انا عايزه نصيحه كويسه لان انا بيجي لي ضيق تنفس ومش قادره اخد نفسي. في دكتور كده كان وصف زي الموسيقار الكبير عبد الوهاب الله يرحمه لما كان ياخد نفس عميق قوي كده، ولازم بص احنا بقى التنفس بتاعنا غير صحي خالص. مظبوط. بناخد النفس ونروح مطلعينه على طول، فالاكسجين ما بيخشش للرئه. هل صح ان انا اقعد اعد على ايدي من 1 ل 9 او 10 في دخول الهواء وفي خروجه؟ طيب اولا سؤال مهم جدا جدا جدا. سؤال ثاني. اتفضلي. سؤال ثاني يا نيفين معلش. وبعدين بقى ده سؤال.
ماشي سؤال صغير بقى. بصي حفيدي لسه صغير عنده بتاع 7 سنين بيجي له تنفس يعني هو طفل انابيب تمام وعنده حساسيه فدايما يجي له ضيق تنفس كده في وسط الليل وفي وقت اي حاجه طبعا بعد اكيد دور برد او مناخيره مسدوده او حاجه. ففي جهاز كده الدكتور كاتب لهم بيحطوه على مناخيره عشان يقدر يتنفس. هل ده انا بنتي بقى تستعمله له في اي وقت ولا بالبخار تقريبا او بتحط حاجه كده في ميه ولا مش عارفه الطريقه ده انا ما اعرفش الطريقه. اوكي بس انا عايزه نصيحه من الدكتور. هل هي ممكن تستعمله من غير ما ترجع للدكتور ولا بطريقه الدكتور؟ اشكركم جدا. حاضر شكرا جزيلا. باي باي. لان فاضل 4 دقائق فلازم نرد على كل بس انا مش عارف بقى هل هي هتسمعني ولا مش هتسمعني. لا خلاص ما دام قفلت التليفون هتسمع. زمانها دلوقتي علت اوكي اولا طبعا يعني بالنسبه لابنها طبعا الطفل الحفيدها دوت دي لازم نمشي تحت اشراف طبيب متخصص وهو اللي هيقول حسب الحاله. هنستخدم الجهاز اللي هو دوت جهاز البخار اللي بنحط فيه مواد توسع الشعب ومواد عشان تنقص كفاءة. نيبولايزر اسمه نيبولايزر. لا ده الثانيه صبغه الجو دي قصه ده. لا دي قصه ثانيه. لا دي حاجات دي قصه ثانيه خالص. طيب. فاللي انا عايز اقوله هو اللي هيقرر وحسب الحاله ولابد ان الولد يبقى تحت متابعه زي ما سمعتينا قبل كده على اساس ان هو يقرر امتى يستخدمه وامتى ما يستخدموش. ولكن لو الدكتور ارتقى ان هو ممكن يستخدمه حتى على يعني فترات طويله برضه هنسمع كلامه. لو هو قال لك لا ساعه الازمات بس برضه هنسمع كلامه. ولكن في ادويه ما تخليش ابننا يحتاج او الحفيد ده يحتاج لحكايه ان انا استخدم الجلسات اللي هي بتاعت البخار دي كتير. لان معنى ان استخدمها كتير يبقى الحاله ما تمش التحكم فيها وما تمش طبعا ان احنا السيطره عليها بالظبط. فعلى هذا الاساس انصحك بطبيب اخصائي نمشي تحت متابعته. طيب والتنفس ده سؤال مهم جدا. ليه بقى مهم؟ لان احنا دلوقتي عشان نبقى عارفين راسنا من رجلينا تمام. يعني اعملها ما نعملهاش. بيقول لك دلوقتي انه من اهم الاشياء واحسن الاشياء للجهاز التنفسي او للجسم هو القعاد زي اللي بيعملوه دلوقتي في برامج اليوجا والحاجات دي. انك تقعد تتنفس تقعد مظبوط وتقعد صح وتقعد تتنفس في هواء طلق نظيف طبعا الصبح بدري. انك انت تاخد شهيق وتكتم 10 ساعات. ده انت مش عايزاه بقى. موجوده. تكتم اظن حبه صغيرين قوي وبعد كده تطلع في عدد بتاع. هل ده حاجه كويسه فعلا؟ هي دي اصلا بتعتبر اسمها تمارين التنفس. يعني دي اصلا شوف اهو نفسي اهو مكتوب دلوقتي. انا اعمل ايه تروح انا دلوقتي؟ فانا عايز اقوله دي اسمها تمارين التنفس. بترفع من كفاءه الجهاز التنفسي. تمام. واضح حضرتك؟ فدي بنستخدمها في بعض الامراض واضح حضرتك عشان نرفع كفاءه الجهاز التنفسي. وايضا كذلك لو احنا عايزين نزود الفتنس او كده برضو بنستخدم الحاجات دي. لكن عاده الانسان العادي ده من نعمه ربنا علينا ان قصه تبادل الغازات دي انت مش واخده بالك منها. دي شغاله شغاله. وانا اللي بقول لها دلوقتي تعالى يا شهيق يلا ابتدي اشتغل ويلا زفير يلا اشتغل. هو شغال اوتوماتيك ومن فضل ربنا. وانت فكرك انت عارفه يعني ايه النهجان؟ يعني كلمه نهجان يعني ايه؟ انا مش داخل لا كلمه النهجان اصلا يعني احساس الانسان بعمليه الشهيق والزفير. يعني المفروض انا ما احسش بيها. بتتم اوتوماتيك. انا خلاص انا قاعدين انا وانتي وعمالين شهيق والزفير يا رب بس ما تيجي. لا انا في مرحله النهجان دلوقتي. انا جالي كتمه نفس يا دكتور لازم اختم معاك. انا بقول لك اهو عشان تبقى عارف. فيا رب فالمفروض ان انا وانت مش حاسين بيها. لا بس انت حسيتي دلوقتي مش عارفه ليه. انت حسيت ممكن تكوني قلقتي بقى من الكلام. ما اقدرش انا بقول لحضرتك احنا الحلقه للاسف خلصت وبيقولوا لي في الابيس للاسف الحلقه مع حضرتك بتخلص بسرعه جدا. استاذ دكتور نبيل الدبيركي ميرسي جدا على المعلومات القيمه اللي حضرتك اديتها لنا. انا سعيد جدا. ربنا يخليك وبشكرك على حسن يعني حقيقه النقاش والحوار. لان انا ببقى سعيد بالحوار معاكي. ربنا يخليك بجد والله. شرف ليا. لان ست فاهمه وواعيه
ودي حاجه جميله خالص يعني. مش والله والله فعلا ربنا يخليك. ميرسي قوي قوي، نورتنا. استاذ دكتور نبيل الدبركي، استشاري امراض الصدر والحساسيه. بنشكر جمهورنا اللي تابع حلقتنا النهارده، وبشكركم على المتابعه ايضا بالتليفون، ويا رب الحلقه تكون افادتكم والمعلومات تكون اخدتوها كويس. وبشكركم، والى اللقاء غدا وفي نفس الميعاد وبرنامج لايف كلينيك. بشكركم، الى اللقاء.